اهلا بكم في فيديو جديد لفيلم جديد. فيلمنا النهارده اكشن وفنون قتاليه اسمه لاف اولوجين او وهم الحب. قبل ما نبدا ما تنساش تعمل لايك وشير للفيديو وتشترك في القناه لو مش مشترك وتفعل زرار الجرس علشان يوصلك اشعار بكل فيديو جديد بنعمله. فيلمنا النهارده بيحكي اسطوره خياليه عن اتنين من التمائم السحريه من العالم القديم بتدي اللي يلبسها قوه سحريه رهيبه، تميمه السرعه وتميمه القتل، والاتنين اتعملوا من معدن فضائي من نيزك وقع على الارض من الاف السنين. تميمة القتل بتعزز الروح القتالية عند اللي بيلبسها وبتخليه مضاد للرصاص، بس ليها تأثير سلبي وهي إنها بتمتص قوته الروحية وبتقضي عليه مع الاستعمال المستمر وتعجل بموته. وتميمة السرعة بتخلي اللي يلبسها سريع جدا، وبنعرف إن التميمتين لما بيتحدوا مع بعض بتدي قوة رهيبة للي يسيطر عليهم. في الأسطورة كانوا التميمتين دول ملك زوتشي، ولما تميمة القتل اتسرقت منه عمل عليهم قفل بدمه بحيث إن محدش يقدر يفعل قوتهم غير اللي من نسله وبس. ومع الوقت اتكونت منظمة غامضة لحماية نسل زوتشي لآلاف السنين، بس تميمة القتل ظهرت فجأة في عالمنا بعد كل السنين دي. اللي كان لابسها ومسيطر عليها واحد اسمه لو لونج، وفي ليلة بيهاجموا مجموعة من المجرمين وبيضربوا عليه نار، وما كانش قدامه غير انه يلبس التميمة، واول ما بيلمسها بتتلف على ايده ويخرج منها نور ازرق، وساعتها بيتحول وبيبقى عنده قوة خارقة وبيطير في السماء وينزل على الارض يطيرهم في كل مكان. ولما بيضربوا عليه نار مفيش ولا رصاصة بتيجي فيه، وفي النهاية بيقتلهم كلهم. المشكلة ان تميمة القتل دي لما بتتفعل بتسحب القوى الروحية للي لابسها، وفجأة بيبدأ يعجز، وعلشان لو لونج يمنع ده بيمتص روح كل اللي كانوا بيهاجموه، واول ما بيعمل كده بيرجع شبابه تاني وكل اصاباته بتختفي. بعدها بنتعرف على بطل فيلمنا ايكين شينج اللي قايم بدور لو وين، شاب اتربى بعيد عن ابوه وامه الحقيقيين وجه المدينة علشان يدور عليهم، وبرغم انه قضى سنين يدور عليهم الا انه ما قدرش يوصل لهم. في الفترة دي اتعرف على وانج شو اللي حبها واتجوزها، وكانوا عايشين في سعادة سنين لغاية ما في يوم جت واحدة تزوره وتقول له على مكان أهله وإنها عارفة والده. وبنعرف إن باباه كان قائد في المنظمة السرية لحماية بوابة الأطفال أو تمائم التنين اللي شفناها في البداية، وبتقول له إن حصلت خيانة في المنظمة من 35 سنة، وباباه في النهاية اتغلب على أعدائه وبقى هو رئيس المنظمة الجديد. وبتديله صورة هو وأبوه في طفولته علشان تأكد له كلامها، ده غير إنها بتقول له إن الشخص اللي حاول يقتل والده هو تشو، ويعرف بوجود لو وين وإنه في خطر كبير. وقبل ما تكمل كلامها عربية سودا بتقتحم المكان، واللي كان فيها كان لو وونج اللي في لحظة بدأ يضرب عليهم نار، بس في الوقت ده كانوا حراس المنظمة اتدخلوا وحاولوا يسيطروا عليه، بس ده ما بيحصلش لأنه كان قوي جدا. وساعتها البنت اللي كانت بتكلم لو وين بتضرب رصاصة من النيتروجين على لو وونج، ومن قوة انفجار الرصاصة أول ما بتصيبه كل اللي في المكان بيطيروا، ولو وين بيغمى عليه، ولما بيفوق بيلاقي نفسه في قاعة مليانة تماثيل أثرية لزوتشي وحراسه. ساعتها بيقرب منه السيد جون وبيشوف علامة على رقبة لو وين بتأكد انه من سلالة زوتشي، وساعتها السيد جون بيطلع من جيبه تميمة السرعة ويجرح لو وين بيها. في اللحظة دي التميمة بتتفعل وفجأة بتتحول وتلبس دراعه على شكل وحش، ومن تأثير القوة اللي أول مرة يحس بيها لو وين بيزق كل اللي حواليه من الحراس وبيطيرهم بعيد. وساعتها جون بيضرب عليه رصاص علشان يختبر قوة التميمة، والمفاجأة ان لو وين بيتحرك بسرعة البرق وبيبعد عن الرصاصة، بس جون كان عاوز يعرف أقصى قدرات التميمة، فبيخلي رجالته كلهم يضربوا نار على لو وين في نفس اللحظة، وبيلاقيه فعلا قدر يتفادى كل الرصاص اللي اتضرب عليه واتحرك في لمح البصر. في الوقت ده كان لو وين حس بالتعب بعد ما التميمة استنفذت طاقته بعد أول استخدام ليها، فبيشيلها من على كتفه ويرميها ويقع مغمى عليه. وفي المشهد اللي بعد كده بنشوفه وهو رايح المستشفى يزور مراته بعد ما اتصابت من تأثير الرصاصة النيتروجينية اللي أثرت على الجنين وفقدته، وكمان هي نفسها مش هتعيش بسبب شدة إصابتها. وبعدها لوين بيتفاجئ إن صديقه اتقتل واترمى من فوق المستشفى. بعدها لوين بيروح لجون يعرف منه إن اللي قتل صاحبه واحد اسمه تشاو، وإنه لازم يروح ينتقم منه وكمان يرجع تميمة القتل اللي هو مسيطر عليها. وبيقول له إن الطريقة الوحيدة اللي يقدر ياخدها منه وقوته تنتقل ليه هي إن تشاو يتنازل له عنها، بس علشان يعمل كده كان لازم يتدرب ويعزز قوته القتالية وسيطرته على سحر تميمة السرعة بتاعته. وفي اليومين دول بدأ يتدرب تدريبات قاسية جدا على المبارزة والرماية والملاكمة والفنون القتالية. في الأول بيتضرب لحد لما يقول بس، لأنه ما كانش بيعرف يقاتل أبدا، بس مع التدريب اتحول وبقى أسطورة في القتال. وبما ان المنظمه بقى لها آلاف السنين فنفوذها وسيطرتها كان من غير حدود، ولوين اتحول من راجل عادي لراجل اعمال وقدر انه يستغل الموضوع ده لصالحه وطور عربيه رياضيه ما حصلتش علشان الشركه تنتجها. وحياه الطبقه العليا دي اثرت عليه بسرعه جدا وبقى مندمج فيها ونسي حياته القديمه. ده بيخلي زوجته اللي كانت اتحسنت وخرجت من المستشفى تشوف قد ايه التغيير اللي حصل له، وكانت عاوزاه يرجع لطبيعته وحياتهم القديمه اللي كانوا فيها سعداء بجد. بس لوين كانت عاجباه حياه الاغنياء قوي وبيرفض كلام زوجته. وفي يوم كان لوين في حفله عشاء، بيعرف لوين ان وينج شو متفقه مع لو وونج وانها في الفريق بتاعه،
وفي اليوم ده لو وونج بيحضر الحفلة هو ورجالته وبيتنكروا في لبس جرسونات علشان يخطفوا لو وين. بس لما جون بيشوف وونج شو ماشية بيفهم ان في حاجة غلط وبينادلها على اساس انه عاوز يتكلم معاها والخطة بتاعتها بتبوظ. بس ساعتها وو لونج بيهدد جون بواحد من رجال الاعمال اصحابه انه هيقتله، بس مساعدة جون بتتدخل بسرعة وتضرب عليه نار ووو لونج بيهرب وبينط من الشباك. ساعتها وونج شو بيتدخل في القتال مع مساعدة جون واللي معاها، وبنتفاجئ انها عندها مهارات قتالية عالية جدا وبتقدر تتغلب على كل اللي بيواجهوها بسهولة وتقتلهم بالخنجر اللي كان معاها. بس في وسط الخناقة هي كمان اتصابت إصابة خطيرة. وفي البيت لما لو وين بيرجع بيواجه وونج شو انها بتخونه واتفقت مع اعدائه عليه، ومهما قالت هو ما كانش مقتنع بكلامها. بيروح بعدها يتقابل مع لو وونج وبيتخانق معاه وبيضربه ضربة قوية جدا يوقعه على الأرض ينزف. بس لو وونج مش بيردله الضربة وبياخده على بيت تشاو الكبير علشان يعرف الحقيقة. وساعتها لو وين بيعرف ان العدو الحقيقي هو جون اللي كان بيغير من قوة ونفوذ والد لو وين وبيحقد عليه، وعلشان كده كان عاوز يوصل للتميمتين علشان يسيطر على بوابة التنين وكمان يحكم العالم ويسيطر عليه. وكمان بيعرف ان صديقه تشو تشين يبقى ابن تشاو الوحيد، وان هو اللي خلاه يتقرب من لو وين من وهم اطفال، وده كوسيلة منه لحمايته وانه يفضل تحت عينه. وتشاو بيكمل كلامه ويقول له على التميمة وقوتها الغير محدودة، وان حالة العقل وثباته هي اللي بتحدد مدى القوة اللي بتتحكم فيها. وساعتها كان تشاو قرر انه يسلمه تميمة القتل في اللحظة اللي بيدخل فيها جون ورجالته، وبيكشف ان هو اللي قتل اهل لو وين علشان ياخد التميمتين ويدمجهم مع بعض ويكون الين واليانج علشان يقدر يحقق انه يبقى قوي جدا. في الوقت ده بيهدد لو وين انه هيقتل وونج شو اللي كانوا خاطفينها علشان يسلموا التميمتين، فبيقرر لو وين انه يسلمه التميمتين بمزاجه علشان ينقذ وونج شو، بس هو بيديهم له بيخدعه بحركة سريعة وبياخد تميمة السرعة. لما جون بيكشف خدعة لو وين بيهجم عليه يضربه، وساعتها لو وين بياخد باله من الوشم اللي على صدره لان ده نفس الوشم اللي شافه يوم ما كان في المستشفى يوم مقتل صديقه شو تشان، وده معناه ان جون هو فعلا اللي قتله. وكده كلام شو الكبير كله صح. وهنا بتقوم معركة قتالية شرسة بين لو وين ورجالة جون، ولما بيلاقي ان لو وين بيتغلب على رجالته وهيقتلهم ويتدور عليه، جون بيضربه بالنار بس وونج شو بتفاديه والرصاصة بتيجي فيها بداله. في الوقت ده كان جون اخد تميمة القتل وجرح بيها ايده علشان يفعلها، وفعلا في لحظة واحدة بتتحول لتنين يلف على ايده وتجيب له قوة خارقة ويروح طاير ناحية لو وونج اللي كان بيضربه بالنار. بس جون بيصد الرصاص كله ويقرب منه ويطحنه ضرب. بس ساعتها كان لو وين وشو اخدوا وونج شو وخرجوا من ممر السر علشان يلحق يوديها المستشفى وينقذها، وبعدها جون بيلحقهم بس كان لو وين هرب خلاص فبيقتل شو. بعد ما لو وين بيودي وونج شو المستشفى بيرجع تاني لجون ويلبس تميمة السرعة علشان ينتقم منه وينهي شره من العالم، وبيروح يلاقيه قاعد في القاعة الكبيرة مستني لو وين علشان يسلمه تميمة السرعة علشان يدمج التميمتين ويحقق القوة اللي عاوزها. وفي لحظة وأول ما لو وين بيدخل ويسمع كلام وتهديد جون بيفعل التميمة ويجري ناحيته علشان يقتله، بس رجالة جون بيمنعوه ويقفوا بينهم ويهاجموا لو وين. بس لو وين كان سريع جدا ومفيش ولا رصاصة بتيجي فيه وبيقدر انه يقتل كل رجالة جون بسرعة البرق. ولما مساعدين جون القريبين منه بيتدخلوا ويحاولوا يوقفوا لو وين بيروح ضاربهم لكمتين مطيرهم يخبطوا في الأعمدة ويقعوا على الأرض ما يتحركوش تاني. ساعتها بتقوم المعركة الخرافية بين جون ولو وين، وأول ما الاتنين قبضاتهم بتتقابل التميمتين قوتهم بتتعاكس، وبيحصل بسبب كده طاقة رهيبة بتطيرهم الاتنين كل واحد في اتجاه، ومن قوتهم رجلهم بتكسر الأرض وهم بيحاولوا يتمالكوا نفسهم ويسيطروا على قوتهم. في الوقت ده لو وين بيستخدم سرعته وبيهجم على جون، بس جون مش ضعيف، التميمة بتاعته فيها قوة رهيبة جدا بتخليه يطير في الهواء ويتفادى أي ضربة من لو وين، وبعدها بيهجم عليه ويضربه ويوقعه على الأرض ويشيله ويرميه بكل قوته على التمثال الكبير. بس لما جه يكمل عليه وياخد منه التميمة اتفاجئ ان قوته بدأت تنهار، وعرف انه لازم يسحب طاقة وحياة لو وين علشان يرجع لقوته تاني، والا التميمة هتمتص طاقته كلها وبدل ما تديله قوة هتموته. ساعتها بيهجم تاني على لو وين علشان ينفذ خطته، بس لو وين كان اذكى منه وبيهجم عليه وبيستغل نقطة ضعف جون ويضربه بكل قوته وبيهرب منه بسرعة، كل ما يلاقيه هيسدد له ضربة، وعلشان يكمل على جون بيروح مديله ضربة بركبته ويطيره في الهواء ويتقلب على ظهره على الأرض. وفي اللحظة اللي كان هيقتل فيها جون اتفاجئ انه ما بقاش قادر يسيطر على التميمة، فبتروح مساعدة جون تساعده بسرعة، ولما بتشده وتقومه بيكتشف ان التميمة سحبت منها كل طاقتها الروحية، وساعتها رجع تاني يحس بالقوة، وعلشان يبقى اقوى واقوى بيقرب من رجالته اللي لسه عايشين ويمتص طاقتهم هما كمان. وبعدها كان لو وين بيهاجمه، فجون بيلحقه ويمسكه من رقبته ويديله لكمة شديدة تحدفه على التمثال الكبير يكسره ويقع على الارض مش قادر يتحرك. وساعتها لو وين بينتقل لعالم خيالي كله ابيض في ابيض، وبيظهر له واحد بيقول له ان مراته ماتت من زمان، وبنكتشف ان كل اللي كان بيحصل ده كان حلم لو وين، والحقيقه ان مراته ماتت في حادثه عربيه لما كان راجع بيها من المستشفى بعد ما حاولت الانتحار، لانها عرفت انها مش هتقدر تكون وهو نفسه حاول الانتحار بالعربيه بس هي انقذته وجت قدامه والصدمه جت فيها هي قتلتها، ومن وقتها هو حاسس بالذنب انه السبب في موتها، لدرجه انه خلق العالم ده في خياله علشان يهرب من احساسه.
والراجل اللي ظهر له ده قال له ان علشان يخرج من العالم الخيالي اللي عقله اتحبس فيه ده لازم يسترجع تميمة التنين ويدمجها بتميمة السرعة، وساعتها بس هيرجع للعالم الواقعي. وفعلا بعدها لوين بياخد تميمة التنين من جو بكل سهولة، بس بدل ما يدمجها بالتميمة اللي معاه بيضرب نفسه بالنار ويقتل نفسه، وعمل كده لانه مش عاوز يرجع العالم الواقعي ويفضل محبوس في حلمه ويشوف وونج شو تاني. وبكده يخلص فيلمنا النهارده. لو عجبك دوس لايك واشترك في القناه وفعل جرس التنبيهات علشان يوصلك اشعار بكل فيديو جديد بنعمله. ولو نفسك نلخص افلام بعينها اكتبها لنا في الكومنتات واحنا هننفذها. ولحد الفيديو الجاي، مع السلامه.